اننا نرجع بالزمن قبل ما يكون في اذان او فوانيس او حتى مدفع رمضان. الوقت ده كان المصريين القدماء برضو بيصوموا، لان هما كانوا مؤمنين ان الصيام بيطهر الروح، يخلي الانسان اقرب للسماء. لحد القرن الاول لما دخلت المسيحيه مصر، اصبحت الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بتنظم اهم صيام. واحد من اهم انواع الصوم هو الصوم الكبير اللي بيكون مدته 55 يوم. خلال الصوم ده بيتمنعوا عن اي اكل حيواني او اي شيء من منتجات الالبان، لان الاكل الحيواني زمان كان رمز من رموز الغنى، فالامتناع عنه كان وسيله ان هم يحسوا بالفقر. لكن الصوم بالشكل اللي نعرفه بدا سنه 640 ميلادي، لما دخل عمرو بن العاص مصر في عهد عمر بن الخطاب، ودخل الاسلام مصر. ومن هنا بدأت الحكاية اللي كلنا عارفينها. لكن يا صديقي، الموضوع ما كانش مقتصر عن الجانب الديني بس. لو رجعنا بالزمن حوالي أكتر من 2500 سنة لورا، تحديدا سنة 530 قبل الميلاد، نلاقي إن العالم الشهير فيثاغورس أسس مدرسة. لكن ما كانش ده الغريب. الغريب إن كان من أهم شروط القبول في المدرسة دي إنك تصوم 40 يوم متواصل. على الرغم من إن الشرط ده غريب، إلا إن ما كانش فيثاغورس بس اللي شايف الصيام مهم. برضك على الجانب الآخر سقراط وأفلاطون كانوا بيصوموا مدة من 7 أيام ل10 أيام، وكانوا شايفين إن الصيام من أهم الحاجات اللي بتخلي الذهن صافي وتخلي التركيز أحسن وبتحسن صحة الجسم. وعندك الفيلسوف والترك يا بكم متوزع كان بيقول بدل ما تاخد دواء صوم يوم. مش بس الاسباب الصحيه هي اللي كانت بتخليهم يصوموا، بل كمان اسباب سياسيه. فعندك غاندي صام 21 يوم عشان يسلط الضوء على معاناه الفقراء. واوقات تانية كان بيكون الصيام اجباري، زي المجاعات اللي حصلت في السودان، مجاعه اوكرانيا والمجاعه الكبرى في الصين. يكون الشخص مضطر يقسم من وجباته عشان بس يلاقي حاجه ياكلها بعدين، لدرجه ان هم كانوا ممكن يخلطوا دقيق بميه ويشربوه عشان بس يقللوا احساس الجوع. ومن 2 و5 شهور كده بدات الناس تقاطع المنتجات المستورده، خصوصا اللي كانت بتدعم الكيان. بداوا يتجهوا لبدائل محليه، او لو ما كانش فيه بدائل ما كانوش بيشتروا اساسا. مساله الامتناع عن الاكل او الشرب مش بس مساله دينيه، مبادئ ومعتقدات كتير جدا. لو هنتكلم من الجانب الصحي شويه، فالصيام ليه 3 انواع. عندنا اول نوع اللي هو الصيام المتقطع، بيكون حوالي 16 ساعه من اليوم، بيكون بدون اكل خالص، ولكن بنقدر نشرب فيه ميه وسوائل زي القهوة أو الشاي، وده أكتر نوع بيحرق الدهون. التاني عندنا وهو صيام المية، بيكون من 24 ساعة ل 26 ساعة مفيش أي حاجة بتدخل الجسم غير المية. وعندنا النوع التالت والأشهر اللي هو الصيام الجاف، اللي هو صيام رمضان، وهو أكتر أنواع الصيام صعوبة وأكترهم فايدة. فهو بيكون صيام عن الأكل والشرب تماما، وأكتر نوع بيحرق الدهون. طبعا معروف هو بيكون حوالي 12 ساعة بدون أكل أو شرب تماما. في الأساس ليه مهمتين. المهمة الأولى حرق الدهون. هو بكل بساطة لو انت مثلا بتاكل في اليوم حوالي 2000 كالوري، وفي العادي الجسم عنده نسبة حرق، فلو انت بتحرق في اليوم مثلا 2000 كالوري برضك، فهتلاقي ان انت الصيام ما فادكش قوي غير ان هو حرق اللي انت اكلته. طيب امتى يبدأ الصيام يحرق الدهون المتخزنة، وامتى ابدأ احس بفرق في وزني؟ لما نبتدي ان احنا نقلل كمية الكالوري اللي بناكلها في مقابل الكمية اللي احنا بنحرقها في اليوم. يعني لو انا بحرق 2000 اكل مثلا 1600، فالكالوري اللي هتبقى دي لما الجسم يحرق اللي كاله النهارده وما يلاقيش حاجه يحرقها، بيبتدي يعمل ايه؟ بيبتدي يدخل على الدهون اللي موجوده في الجسم، يبتدي يكسر الدهون دي فيحولها لطاقه تقضي بيها نفس اليوم. هي دي فكره الصيام، ان انت بتقعد عدد ساعات طويل جدا ما تاكلش، فالجسم عايز طاقه فيبتدي يحرق في اللي في الجسم. طيب ليه برضك اوقات بنصوم وما بنخسش؟ الفكره كلها في ان احنا لما بنصوم بنيجي على الفطار بناكل يمكن مش كميات كبيرة قد ما بناكل حاجات كلها سعرات. يعني السمبوسة اللي مقلية في الزيت، الجلاش المعمول بالسمنة. الفكرة كلها في عدد السعرات، في الكميات. يعني ممكن ناكل الحاجات دي بس بكميات اقل. اما ناكل حاجات فيها كالوريز كتير، الجسم مهما يحرق في لسه دهون موجوده، في لسه اكل، فبيبتدي ياخد الطاقه اللي محتاجها والباقي يخزنه كدهون، فوقتها انت مبتستفادش بالصيام تماما. الوظيفة التانية الصيام ان هو بيجدد خلايا المخ، ففي الوقت اللي انت بتكون فيه صايم بيكون تركيزك اعلى بكتير من بعد الفطار. هتلاحظ حتى ان بعد الفطار كلنا بنبقى عايزين ننام اذا ما كناش بننام اساسا، لان فجأة المعدة بيدخل لها اكل هي طول اليوم ما كانتش اساسا شغالة بنفس المستوى، فبيبتدي الدم يوصل للمعدة، فبيبتدي ساعتها كمان السكر بتاع الدم يرتفع، لان انت طول اليوم ما بتشربش حاجه، ما بتاكلش حاجه، فجاه مدخلها لتر صوبيا،
فساعتها بنحس بخمول وان الجسم مش قادر يتعامل مع التجديد اللي حصل فجأة. في النهاية الصيام ليه ميزة مهمة جدا غير كل ده بالنسبة لنا احنا كمسلمين، ان هو بيعلمك ازاي تكون انسان، ازاي تتحكم في رغباتك وشهواتك، وان ما تكونش هي اللي تتحكم فيك، ازاي تختار هتعمل ايه في اني وقت، مش ان انت مسير للي انت عايزه خلاص. ليكي يبقى الاكل قدامك وانت مش عارف تاكل، مش قادر تاكل، انت المتحكم في رغباتك مش هي اللي بتتحكم فيك. ففي النهاية يا عزيزي ايا كان السبب اللي انت بتصوم عشانه، فلسفي ديني سياسي، ايا كان السبب اللي انت بتصوم عشانه، ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، تشترك عشان يوصلك الحلقات الجايه، وتعمل لايك عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس. كان معاكم دينا احمد، سلام.